واش فعلا جنوب افريقيا كتشهد زلزال سياسي بسبب المغرب؟ واش الدعم التاريخي للبوليزاريو بدا كيتفكك؟ وهل المغرب فعلا دار اختراق دبلوماسي غير مسبوق في واحد من اقوى اقلاع العداء للوحدة الترابية ديالو؟ هاد الحلقة غادي تكشف حقائق خطيرة، تصريحات نارية وتحولات صادمة في المشهد الافريقي والدولي ما عمرك سمعتي بها من قبل. خليك معانا للنهاية لان اللي طاري غادي يدهشك. وكما كتعرفوا ان جنوب افريقيا بحكم التاريخ ديالها ما كانش يمكن لها في اول الامر انها تاخذ موقف لصالح المغرب. الاسباب كثيره ما كاينش علاش نرجعوا ليها، ولكن لحد الان بفضل التطور ديال الملف والانجازات اللي حققها المغرب سياسيا، لان الانتصار العسكري من 1991 مضمون، الشق السياسي خدا وقت بزاف. لحد الان 34 سنه من العمل السياسي الدؤوب باش يتم الاعتراف بمغربيه الصحراء في المحفل الدولي ولا سيما الافريقي. شنو واقع في جنوب افريقيا؟ وعلاش زعيم سياسي كبير قلب الموازين السياسيه في البلاد؟ كيفاش زوما الرئيس السابق خرج بتصريحات داعمه للوحده الترابيه المغربيه وخلق زلزال داخل الحزب ديالو السابق؟ نيلسون مانديلا الذي تلقى تدريبات وتكوينات في المغرب في وجدة في 1962 وتلقى دعما ماليا وعسكريا الذي تم نقله لحركه التحرير في افريقيا، جنوب افريقيا وايضا في القاره برمتها. المبادره تحكم الذاتي هي ستمكن من الساكنه المحليه ان يكون لديها نوع من التصرف في شؤونها الداخليه. جاكوب زوما زار المغرب واحتج عليه الاعلام الجزائري والحزب الحاكم في جنوب افريقيا واعتبروه خائن. وعلاش؟ فقط لانه قال الحقيقه، قال باللي المغرب ساعد نيلسون مانديلا في سنوات النضال ودعم حركات التحرر الافريقيه بالسلاح والمال. لكن المفاجأة الكبيرة هي أن المعارضة في جنوب إفريقيا تفاعلت بشكل مختلف مع هذا الحدث. أحزاب كثيرة خرجت ببيانات داعمة للمغرب، بل حتى حزب رمح الأمة قال بالحرف أن مطالبة المغرب بالصحراء مطالبة شرعية ومبنية على التاريخ، اللي وقع بحال شي قنبلة سياسية في العاصمة جوهانسبورغ والجزائر. ولأول مرة جنوب إفريقيا كتعيش انقسام سياسي بسبب قضية الصحراء. المغرب كيسجل واحد من اقوى الاختراقات الدبلوماسيه في التاريخ الحديث، والصادم اكثر هو زوما ماشي بوحدو، مع حزب كامل وقاعده شعبيه كبيره واحزاب اخرى كتحوم في مدارهم وكيأيدوا كلهم مغربية الصحراء. واش كتصدق أن جنوب إفريقيا اللي كانت لعشرات السنين من أكبر داعمي البوليساريو اليوم بداو مناضلين ديالها كيعاودوا التفكير وتيقولوها بصوت عالي: الصحراء مغربية. أنا في تقديري أنه هذا الموقف هو أولا ينهي الأسطورة التي لطالما حاول زعماء هذا يعني حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الANC أن يروجوها، والتي تقول أنه هذا الموقف هو موقف عليه إجماع في جنوب إفريقيا، وأرادوا أن يصوروا الموضوع. وفي الحقيقة هذا موقف طارئ على جنوب إفريقيا، أنه بعد وفاة أو بعد نهاية يعني مرحلة أو تجربة رئاسة نيلسون مانديلا بدأت بعض العناصر تعمل في اتجاه تطوير هذا الموقف، وصلنا للعام 2004 حينما أعلنوا الموقف. إذن هو الموقف أساسا طارئ. الآن هذا يعني النتيجة التي وصلنا إليها الآن هي جاءت بعد مخاض حصل منذ العام 2018 عمليا، مجموعة من التحولات عصفت بالحقل السياسي والحزب الداخلي في جنوب إفريقيا، وصولا إلى الصراع الذي نشأ بين الآن زوما وبين يعني الرئيس رامافوزا، خصوصا ونحن نتحدث عن أنه زوما ليس شخصا يعني هو يعني طارئا على المشهد السياسي في أو الحزبي، في هذا رئيس سابق والرؤساء السابقون وأيضا الشخصيات الاعتبارية في جميع الدول حينما تصدر مواقفا يكون لها وزنها ولها معناها. أيضا نحن نتحدث عن شخص إلى الأمس القريب كان في نزال مع رامافوزا بخصوص تسمية الحزب. حزب رمح الأمة نفسه له دلالة تاريخية تتعلق ببدايات تأسيس، يعني كان هو الجناح العسكري للANC. فإذا نتحدث عن تحول كبير جدا ينضاف إليه أنه ليست الواقعة الأولى. في أوروبا المشهد تقلب كليا. إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، البرتغال كلهم اعترفوا بمغربية الصحراء ودعموا مبادرة الحكم الذاتي. وهنا وقعت شي حاجة ما كتوقعهاش حتى في الأفلام. الدبلوماسي الجزائري سعيد موسى تعين سفير في إسبانيا، وملي إسبانيا اعترفت بمغربية الصحراء رجعوا عينوه في فرنسا، حتى هي اعترفت رجعوه عاودوا عينوه في البرتغال، وها هي كتعترف هي الأخرى. الناس بدات كتضحك
وكتقول واقيل هذا الراجل فالخير على المغرب، خاصهم يعينوه سفير في المخاخ ديالهم باش حتى هو يعترف بمغربية الصحراء. التقارير الأخيرة كتقول أن إيطاليا غادي تكون الدولة القادمة اللي غادي تعترف، والجزائر خايفة لدرجة أنها رسلت الرئيس سبون في زيارة استعجالية لإيطاليا باش يحاول يمنع هذا الشيء. ولكن التوجه الأوروبي واضح، مغربية الصحراء غادية وكترسخ. وهنا جات الضربة القاضية، واشنطن كتوجد لتصنيف البوليزاريو كمنظمة إرهابية، وهذا الشيء إلى وقع الجزائر غادي تولي رسميا دولة راعية للتطرف، وهذه غادي تكون الضربة القاضية الكاو للنظام العسكري. والخلاصة المغرب كيربح معركة بعد أخرى بصمت بحكمة وبدون ضجيج، وجنوب إفريقيا اليوم ما بقاتش بحال البارح والحقائق كتخرج للعلن. السؤال لكم متابعينا الكرام، واش النظام الجزائري غادي يفيق ولا غادي يكمل في طريق الانتحار السياسي؟ وشنو هو الرأي ديالكم في هذا التحول الكبير؟ واش فعلا المغرب ربح المعركة دبلوماسيا؟ وكيفاش غادي يكون رد الجزائر؟ ما تبخلوش علينا بواحد اللايك وشي تعليق زوين وبارطاجي الفيديو ودعمنا باش نستمروا في صوت الحق. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله.